امبابة ناهية، امبابة ناهية، امبابة ناهية. الله الله الله، ما تبص قدامك يا اسطى، انت رايح فين؟ انا شكلي كده رايح في ناهية. اول عباس واول مكرم واول امبارح. جرى ايه يا اسطى؟ دي واقفه توقفها دي. واقفة وبكرة العيد، كل سنة وانتم طيبين. مطروح 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 مطروح، يلا اللي عايز مطروح. روح يا ريس. طب ما تروح وانا عايشك. مطروح يا عم الحاج. طنجة يا غدير، طنجة الكبير، ملعب ابن بطوطة. رايح على فين يا ريس؟ بلكونه. المغرب ان شاء الله هنشجع عند الامازيغ ومعانا الاهازيغ. السنغال هنجيب ماني في شوال، احنا بابا المجال. مساء الفل. اتحرك يا اسطى، بتعمل ايه يا بني ادم في وسط الشارع؟ مديتيشن يا جهلة، مديتيشن يا ناس، هدوا اعصابكم كده، ريلاكس، مش مستاهلة كل ده. لازم نحافظ على اعصابنا وهدوءنا. نفس عميق. ده انت بارد وعايز لك بوكس عميق. مساء الفل يا حضرات، نهارنا ابيض ان شاء الله. مساء الفل يا ريس بلكونة. تعرفوا يا بهوات، انا طول عمري احكي اي قصة اي حكاية وما كملهاش للاخر. عارفين ليه؟ ليه يا ريس بلكونة؟ عشان الكل يقول لي فين الباقي يا اسطى. عارفين يا حضرات، انا بقى انسان طول عمري كلمته واحدة وعمري ما ارجع في كلامي. وليه بقى يا ريس بلكونه عمرك ما بترجع في كلامك؟ وضح واذكر الاسباب. عشان بخاف ارجع في كلامي اخبط اللي ورايا. عارفين يا حضرات، انا كان مستقبلي مبهر في كتابة الشعر. كنت بفوز في شبابي بكل جوائز الشعر اللي بشارك فيها. وايه بقى اللي خلاك اتجهت للسواقه يا ريس بلكونه وتركت الشعر؟ عشان اكتر قصيدة كتبتها وفازت بجوائز كان اسمها حافلة القدمين. عرفت بقى من وقتها ان مستقبلي في سواقة الحافلات. المنيب يا اسطى. لا مش بروح هناك، ولا مؤاخذة، ما بروحش المنيب. وليه يعني ما بتروحش هناك؟ اصله مكان زحمة وضلمة، بحسه مكان منيب الصراحة، ما بيريحنيش. بس عارفين يا حضرات، انا طول عمري ما احبش اطول في الكلام، هما كلمتين والرد غطاهم. وليه بقى يا ريس بلكونه ما بتطولش في الكلام؟ علل واذكر الاسباب. عشان دايما بتكلم على عجل. عارفين يا حضرات، انا مرة اشتريت عربية جديدة، اتفاجئت ان بقيت ارفض اي طلب. اي حد يقول لي اي حاجة اقول له نو. فاضي يا اسطى؟ نو. توصلنا يا اسطى؟ نو. وليه بقى يا ريس بلكونه بقيت بترفض كل حاجه وتقول نو على طول؟ عشان العربية الجديدة اللي اشتريتها كان نوعها رينو.